ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML، والنهارده ان شاء الله هنكمل في البارت التاني او الجزء التاني من الفورم والاليمنتس بتاعته والتاجات بتاعته والاتريبيوتس بتاعته والحاجات دي كلها. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانبوتس، بقيه الانبوتس بقيه الانواع بتاعتها. عندنا نوع تاني من الانبوتس وهو التشيك بوكس. ايه هي التشيك بوكس؟ التشيك بوكس دي ممكن تقول اللي هو انك مثلا عايز تختار كذا خيار، يعني مثلا ممكن تقول ايه، مش خيار اللي هو طماطم بقى، احنا اصلا مفيش مجال للضحك دلوقتي. تشيك بوكس ممكن مثلا لما تيجي تعمل فورم عباره عن ايه، انت مثلا ايه الوظائف اللي انت اشتغلت فيها قبل كده، هو عارض لك شويه وظائف وانت بتختار اللي انت اشتغلت فيه. انت ممكن يكون في كذا خيار في الموضوع، كذا خيار. ماشي، يعني مثلا نقول له ايه، نشيل النيم دي خالص دلوقتي، شيل دي كمان، يعملوا كده. هيظهر قدامنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. بس هو ملوش اسم، فانت يفضل انك مثلا تعمله ليبل. يعني مثلا نحط له ليبل كده هنا، نقول له مثلا تشيك 1. اعمل كده، معلش بقى اعذرونا، بس عشان عايز اوصل لك الفكره. عاملين سيف، هيظهر كل واحد جنبه التشيك بتاعه. انت بقى بتختار اللي انت عايزه منه، وطبعا بتسميهم اسم واحد. يعني انت بتسمي التشيك بوكس دي كلها اسم واحد، بحيث ان هو يعرف مثلا تشيكس، بحيث انك بتعرفه انك هتختار ايه منهم، او ايه انت حددت على ايه منهم او عملت صح على ايه منهم. دي برضك ممكن تعملها كاستمايزيشن بالسي اس اس بحيث الاستايلات وكده. طب ده نوع، في نوع شبيه منه اسمه الراديو، او مش شبيه قوي يعني، قريب منه قوي، هو الراديو. وده ليه بديل واحد، بيختاروا بديل واحد منه، وهو نكتبه بالشكل ده، اللي هو بيبقى عبارة عن دورية كده وجواه دورية تانية. ولا طيب، راديو بوكس، راديو بس، هو بيتكتب راديو بس. ممكن نحط راديو تاني مثلا 3. بس هو الفكرة في الراديو اللي هو ايه، انك بتختار خيار واحد بس. يعني مثلا صح او غلط مثلا. يعني مثلا انت مثلا واحد بيسألك مثلا ايه، انت اتكلمت انجليزي قبل كده، فانت بتقول له يس او نو. هو خيار واحد بس، ما ينفعش تختار الاثنين. فانت لو بصيت هنا هتلاقيه ممكن تختار كذا حاجة. طب ليه كده؟ لانك ما حطيت لهمش نيم واحد بحيث انك تخليهم فورم واحدة. فاحنا دلوقتي هنحط لهم نيم واحد عشان تعرف اهميه الاتريبيوت بتاع النيم ده، وانه لا غنى عنه اصلا، والا في الانبوتس بتاعتك ملهاش اي ستيل لازمه. انت حاططها على الفاضي، والبيانات اللي المحطوطه فيها مش هتاخدها. يعني ما اظنش ان في هيبقى في اي احتمال اصلا يبقى في حاجه زي كده. خلينا كده مثلا نكتب له مثلا راد مثلا بس، هيعمل ريفرش ونيجي نعمل تاني، هتلاقيه بيختار خيار واحد بس، لانه خلاص عرف ان هي مجموعه واحده بس، او عرف ان هي كلهم تبع بعض، يعني بمعنى صح. في تاج مهم جدا، ومش مهم جدا يعني قوي، بس هو مستخدم بحيث انك تربط بين المجموعات آه، اللي هي مرتبطه ببعضها. يعني مثلا انت عندك مجموعه من الراديو كده مثلا، وعندك مثلا ليهم كل واحد مثلا ليبل. ممكن نقول له مثلا ايه، هنا نقول له excellent. دي مثلا لو جبنا درجة واحد مثلا ولا حاجة، good bad مثلا. فانت عايز تخليهم من باب التنظيم في حاجة واحدة، في حاجة واحدة مثلا. بتستخدم حاجة اسمها فيلد ست. فيلد ست اللي هي ايه، ممكن تقول زي بوكس ست كده. بتستخدمها كأنها مجموعة واحدة أو حاجة مرتبطة ببعضها، كأنه حقل واحد بس متفرق على كذا حاجة. دي ممكن برضك تحطها في التشيك بوكس. فيلد ست كده، نحط جواها الليبلز كلها والانبوت اللي مرتبطة ببعضها طبعا. بس نرجع هنا هنلاقيه حاطه لك في مكان لوحده كده، او حاطه لك في مربع لوحده، بحيث ان ده حاجة منفردة. او انت ممكن تستخدم برضك حاجة تانية مش مشهورة قوي، يعني مش لو عايز تذاكرها بعدين براحتك.
بس هي مش موجوده قوي، اللي هي مثلا تحط له اللي هو تايتل للفيلد ست. ممكن تقول له مثلا student grade مثلا. كده انت حطيت له اللي هو عنوان للمجموعه دي student grade. فهو في 3 فيلدز هنا، الفيلدز دي مرتبطه ببعضها. ممكن تقول انت بتختار حاجه واحده منهم بس. ممكن تستخدم نفس الموضوع ده مع الشيك بوكس برضك، لانه برضك حاجات متعدده الانبوتس وكده، ومتعدده الحقول، ممكن تستخدم معاها كده برضك. في نوع تاني عندنا برضك من الانبوتس، وهو السيلكت. بس هو بيتكتب السيلكت مختلف شويه عن الانبوت، وهو بيتكتب بالشكل ده. يعني هو بيتكتب سيلكت على طول، بيتكتب نوع على طول. السيلكت بيبقى جواه اوبشن، يعني هو الطبيعي ما ينفعش السيلكت ما ينفعش يقبل غير اوبشن بس. انت ممكن تحط جواه حاجات تانية بس عادي. بس هو السيلكت الطبيعي بتاعه انت بتحط جواه اوبشنز. عارف انت لسه لما انت بتدوس عليها بيفتح لك كلام على طول تحت كده. بيفتح لك اختيارات، هي دي. يعني مثلا نقول له مثلا ايه، نحط له نفس الخيارات السابقة. جود مثلا، باد. نيجي نرجع تاني. هتلاحظ هنا ان هو جاب لك لستة محطوط فيها اللي انت عايزه، او محطوط فيها العناصر. طبعا برضو بتعمل لها الاستيراد بتاعتها وكل حاجة، فبتبقى شكلها اظرف من كده بكتير يعني. وكده دي سيلكت. يعني الحاجة اللي انت ممكن تستخدمها بس تاني، وهي الديت. بس عايزك تاخد المعلومات دي ايه يعني بشكل عام، بس مش اكتر، لحد ما انت تحتاجها بعد كده. نرجع تاني كده، هنلاقي الديت. دي كانت بعض الانواع. وانت بعد كده في شغلك انت هتدخل مثلا على النت تبحث على النوع اللي انت عايز تستخدمه. وانت في انواع كتير جدا يعني، حتى في انواع انا الفيديو بس حتى لا يطول عشان ما يطولش بس زيادة عن اللزوم يعني. خلينا بس نرجعه طبيعي يعني تاني كده. خليه تكست مثلا تاني، ونخلي مثلا اسمه نيم. هو النيم يعني مثلا انت هتحط مثلا، خليه يا عم فول نيم عشان ما تلخبطش. فول نيم. بعد كده نحط البوتون. البوتون ده وظيفته ايه؟ البوتون ده مش شرط، ما لا يشترط انك تخليه في فورم. انت ممكن تحطه عادي لو انت مثلا عايزه ايه، في بوتون لو دوست عليه تنقلك لصفحة تانية مثلا. يعني مش شرط تحط البوتون ده في فورم. يعني هو الانبوت يعني يفضل، او ممكن تقول الطبيعي بتاعه ان هو بيتحط في فورم. ممكن هناخد بعد كده في كورس الرياكت انك ممكن ما تحطوش في فورم عادي، ممكن تستخدمه لوحده. بس هو الطبيعي يعني انك بتحطه في فورم. والبوتون ده برضك ممكن تستخدمه عادي بعيدا عن الفورم يعني. بس انت لو هتستخدمه في فورم هتعمل التايب بتاعه سبميت، بحيث انك هتقول له ان احنا هنبعت البيانات دي. ممكن تقول له سبميت هنا، او لو انت مش عايز تبعت البيانات، عايز تعمل لها ريسيت مثلا، عايز تشيل كل البيانات اللي انت حطيتها في الحقول دي، تعمل له التايب ريسيت. بس كده ندخل نشوف مثلا، نقول له هلو وورلد. ما نعمل له ريسيت، شال لك كل البيانات بتاعتك. لو كتبنا له حاجه تاني مثلا هلو وورلد تاني، وبعتنا له، جاب لك الفول نيم هلو زائد وورلد. طبعا زائد دي يعني اللي هو السبيس، بيعبروا عنها يعني بعلامه زائد. وكده اتبعتت البيانات. ودي كانت وظيفه البوتون. نرجع بقى للفورم. في اتريبيوت نسينا او اتلخبطنا بينه وبين التاني اللي هو التارجت. هو الاكشن ده اللي هو بيبعت البيانات لمكان تاني. عشان بس اتلخبطنا، الاكشن هو اللي بيحدد المكان اللي هيتبعت فيه البيانات اللي انت هتاخدها من الانبوتس اللي انت حطيتها دي. فالنوع التاني اللي هو التارجت ده بيحدد البيانات هتتبعت بشكل عامل ازاي. لو انت لاحظت في الفيديو بتاع الايه او الانكودر ده، هتلاقي لما احنا حطينا بلانك. بلانك. لما حطيناه بلانك عمل ايه؟ لو تفتكر لما احنا حطيناه بلانك، قام بنقل اللينك، فتح لنا اللينك في صفحه تانية. فهو يعمل نفس الموضوع ده، هيفتح لك اللينك في صفحه تانية، وبرضك هيحط لك الكلام فوق. فده التارجت. اما الاكشن فهو بيبعت لك البيانات بيحدد المكان اللي انت هتبعت فيه البيانات.
وبس كده، يعني احنا كده خدنا اغلب الحاجات او اهم الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.